في 5 طرق ممكن تحجز بيهم اي فندق في الدنيا. تعالوا نتعرف على ال5 طرق دول ونرتبهم من حيث الاعلى فالاقل من حيث السعر، ونتكلم على مميزات وعيوب كل طريقه منهم. اول طريقه واشهر طريقه عالميا، هي يمكن مش مشهوره قوي في مصر، وهي بوكينج. ان انت تخش على booking.com وتحجز الفندق اللي انت عايزه. وعلى الرغم من دي اغلى طريقه من ال5 اللي هنتكلم عنهم في الفيديو دوت، الا ان انت بتحصل على ميزه مهمه جدا، وان انت بتكون عميل بوكينج مش عميل الفندق. طب ده هيفرق في ايه؟ لا، هيفرق كتير جدا. الفنادق كلها بتهتم اهتمام زياده شويه بعميل بوكينج، لان هم بيخافوا من النيجاتيف ريفيو اللي ممكن يكتبوه على بوكينج، وده ممكن يخسرهم كتير. فمن الاخر، من اول جي ام مرورا بالشيف العمومي بتاع المطعم، مرورا بالهاوس كيبنج، كلهم بيهتموا ان لو اي عميل عنده اي كومنت على اي حاجه في الفندق فورا يحلها له، علشان خاطر ما يخشش يكتب نيجاتيف ريفيو على بوكينج. تاني طريقه، وان انت تكون عميل انديفيدوال للفندق مباشره. بمعنى ايه؟ ان انت عايز تحجز في فندق اكس، فهتخش تسيرش عليه على جوجل وتجيب اسم الفندق او تجيب رقم تليفونهم وتكلمهم، او حتى لو عرفت ان هم عندهم افيلبل رومز ممكن تتوجه عليهم مباشره وتخش على الفندق تحجز فيه مباشره. وده على الرغم انه بيكون اقل شويه في السعر من بوكينج، الا ان هو برضو انت ستيل مش عميل بوكينج، وساعتها الفندق هيهتم بيك حبتين، لكن ستيل برضو مش الاهتمام بتاع عميل بوكينج. والاهتمام ده ممكن يظهر في بعض الحاجات، زي ان انت لو حجزت معاهم سنه وجيت السنه اللي بعديها حجزت معاهم، بيعملوا لك حاجه اسمها كوكتيل بارتي، يجمعوك انت وناس برضو قرروا الحجز اكتر من مره، ودول بيسموهم الريبيترز، وبيعملوا لهم حفله كده صغيره امتنانا من الفندق للولاء اللي عندك او اللي بقى عندك تجاه الفندق. او زي ان هو يعزمك مره كده على السبيشال ريستورانت، او مثلا المطعم الايطالي، ده بيكون حاجه تشارجت مش فري زي المطعم الاوبن بوفيه المجانا، يعزمك مره، او اي هديه تانية ظريف. تالت طريقه، لو انت مش بتعرف تسيرش على النت، او لو معرفتش توصل لكونتاكت للفندق اللي انت عايزه لاي سبب من الاسباب، بتتكلم شركه سياحه وبتفوضهم ان هم ينوبوا عنك ان هم يحجزوا لك في الفندق دوت. بتقول لهم انا عايز احجز في الفندق الفلاني، هم بيكلموا الفندق بيقولوا اهلا احنا شركه سياحه اكس، ومعانا عميل عايز يحجز 4 ليالي مثلا في الفندق عندك، فبياخدوا منه سعر اقل شويه من اللي هو بيبيع بيه دايركت، لكن ما بيبقاش اقل كتير، لان هم برضو ستيل شركه بتبيع لاندفيدوالز. خامس طريقه، وانا مش ناسي ان في طريقه رابعه، بس محتاجين نقول الطريقه الخامسه قبل الرابعه، وهنعرف دلوقتي ليه. ان انت تتصل بشركه متعاقده مع الفندق. يعني ايه شركه متعاقده مع الفندق؟ يعني في شركات بتروح للفندق تقول له لو سمحت انا عايزه اشتري منك ال50 اوضه دول لمده 4 شهور، وبكده الاوض دول مش بتوع الفندق، دول بتوع الشركه. تدفع رقم كبير ملايين في اول السيزون، بس في المقابل بتاخدهم بسعر بنقول عليه سعر حرق، يعني سعر قليل جدا جدا جدا، وبالتالي بتقدر تبيعه حتى بعد هامش الربح بتاعها بسعر قليل جدا جدا جدا. بس للاسف معلومه انهي شركه اللي متعاقده مع الفندق الاكس اللي انت عايزه دوت مش بتبقى متوفره لكل الناس. يعني لو مالكش حد شغال في السياحه مش هتعرف تجيب المعلومه دي، وعشان كده انا ممكن اساعدك ان انت لو عايز اي فندق في شرم الشيخ، في الغردقه، في مرسى علم، وعايز تعرف الشركه اللي متعاقده مع الفندق دوت عشان خاطر تاخد احسن سعر فيه، ابعت لي اسم الفندق وانا هجيب لك اسم الشركه ولينكها وتتواصل معاهم مباشره. خليني اقول لك ان في طريقه شويه ممكن بتفلح في ان انت تعرف انهي شركه ماسكه او متعاقده مع انهي فندق. ان انت بتلاقي دايما على صفحتهم على الفيسبوك ان هم مركزين جدا على الفندق دوت، سواء في الاعلانات السبونسر او البوستس، او بيتكلموا عنه كتير كتير كتير. وبالمناسبه ديت انا بشتغل من سنين مع شركتين، واحده اسمها الفا ستار والثانيه اسمها زيس. الشركتين دول متعاقدين مع فنادق كتير جدا وجامده جدا، سواء في الغردقه او مرسى علم او شرم الشيخ. لو انت عايز تعرف هم متعاقدين مع انهي فنادق عشان خاطر تقدر ان انت تاخد من خلالهم ارخص سعر غرفه على الاطلاق، هسيب لك لينكاتهم تحت الفيديو. ونيجي لرابع واخر حاجه، هي ان انت تكلم شركه تقول لهم انا عايز احجز في الفندق الفلاني، والشركه دي ما تكونش متعاقده مع الفندق دوت، وعشان خاطر هي مش عايزه تضيعك كعميل، بتتواصل، هي بيبقى عارفين بقى المعلومه بتاعت مين الشركه اللي متعاقده مع الفندق دوت، فبيتواصلوا معاهم وبيقول له لو سمحت انا شركه فلان الفلاني وعندي عميل عايز يحجز في الفندق اللي انت متعاقد معاه، فبياخد منه السعر اللي هو بتاع الطريقه رقم 5،
وبيحط عليه مارجن او بيسميها طياره او بنسميها هامش ربح صغير. لو عندك اي استفسار على اي معلومه انا قلتها في الفيديو اتمنى تكتب لي كومنت وهرد عليك ان شاء الله. وبما اننا وصلنا لنهايه الفيديو، لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير لان ده بيدعمنا كتير جدا. انا اسلام صالح مهتم بالتصوير وحبتين بالسفر والرحلات. لو انت كمان مهتم بالحاجات دي اعمل فولو. يا ابني رايح فين؟ قلت لك اعمل فولو.